يلا بينا حبايبي نعمل حامل للشنط. الحامل اللي موجود في السوق ده ضعيف، الخامة بتاعته مش حلوة خالص، والمشمع بتاعه ضعيف جدا، بيتقطع بسهولة مهما لزقتيه مش بينفع. فأنا فكرت إن أنا أعمله قماش. جبت قماشتين مختلفين عشان يبانوا في التصوير يعني. وجبت رشاقة من رشاقات المتينة الجامدة كده البلاستيك. قصيت الجزء التحتاني بتاعها وسبت الجزء اللي من فوق. حردت القماشة اللي من تحت الرئيسية بنفس شكل الرشاقة من فوق عشان اعرف ان انا اخيطها من الطرفين واعبي الرشاقة فيها ويطلع العلاقة بتاعتها بس. القماشة كده عبارة عن متر في عرض حوالي 40 سنتي او 38 سنتي. هتقفلي الطرفين اللي من فوق وتعبي فيهم رشاقة وتقفلي عليهم بخياطة مكنة وتاخدي الطول البني ده بتقسميه على 3 المتر، تقسميه على 3. القماشة اللي من فوق دي طولها 3 متر ونص لورا ولقدام يعني للطرفين. عرضها حوالي 30 سنتي. بتعملي على طرفها شريط بيه زي ما انا عملت كده او تتنيها تانية عادية مفيش مشكلة. بتخيطيها كده على المقلوب زي ما انا بشاور كده، اخد بالك عشان تنزل على نظافة. وبعدين بتمسكي على العلامات اللي انت عاملاها تحت تعملي تثبيت المكنة للطرفين مع بعض، اللي ورا واللي قدام، عشان العلاقة تثبت من الناحيتين، ورا كده وقدام. واخده بالك يعني تحت مقلوبه ومتنيه، وجايه على الطرف من تحت قافله كمان، وعامله يعني دور كمان للحامل. هنا اهو بحط الشنط كده، اخده اي مقاس مفيش مشكله. ورا وقدام كده اخدين 6 شنط، يعني 3 اهو و3 من الناحيه التانية. بتشيلي الصغيره تحطي مكانها واحده كبيره مفيش مشكله، لان المقاس معاكي انت عاملاه مرتاح. طول القماشه 55 سنتي فمرتاحه وهي متنيه كده تمام. يا رب يكون عجب حضراتكم، ويا اتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام عليكم.